النهارده للأسف هنتكلم في موضوع مختلف، هاكلمكم عن قصة هتخلّيكم تحسّوا بالأسى والحزن، قصة هتفكّركم إن الحياة هشة زي الإزاز وإن ممكن في لحظة حياة كاملة تتقلب رأسًا على عقب. إحنا النهارده مش هنتكلم على إحصائيات ومش هنتكلم على أرقام، إنما هنتكلم عن حكايات بشر وعن أحلام انطفت، عن عيال راحت في طريقها للشغل وما رجعتش تاني لبيوتها. وبداية القصة كانت يوم الجمعة 27 يونيو 2025 في قرية صغيرة اسمها كفر السنابسة في المنوفية. الطبيعة صحيت زي كل يوم والناس قامت تستعد ليوم شغل جديد، بس اللي محدش كان يتوقعه إن اليوم ده هيبقى الأسود في تاريخ القرية كلها. الساعة 7 الصبح 18 بنت صغيرين عمرهم من 13 ل 16 سنة خرجوا من بيوتهم رايحين لمزارع العنب علشان يشتغلوا يومية ب 120 جنيه. تخيلوا معايا 18 بنت صغيرة لسه في مقتبل العمر وبيحلموا بمستقبل أفضل، يتعبوا ويشقوا عشان يساعدوا أهلهم. ركبوا الميكروباص زي كل يوم بس المرة دي كانت مختلفة. على الطريق الإقليمي عند قرية مؤنسة في مركز أشمون حصل اللي محدش كان متوقعه. تريلا كبيرة اللي سايقها ولأسباب ما لسه تحت التحقيق فقد السيطرة واصطدم بالميكروباص اللي شايل 18 بنت دول. في ثواني معدودة 19 روح ضهرة راحت للسما. 18 بنت من نفس القرية، وسواق الميكروباص كمان كان معاهم، يعني 19 عيلة اتكسرت و19 بيت بقى فيهم حداد. قرية كاملة دخلت في عزا جماعي. والصدمة الأكبر إنهم كلهم من نفس القرية كفر السنابسة. تخيلوا قرية صغيرة تفقد 19 روح من ولادها في يوم واحد. البنات دول يا جماعة ما كانوش بيروحوا لا نادي ولا سينما ولا أي حاجة زي البنات بتاعت اليومين دول، إنما كانوا بيروحوا يشتغلوا في المزارع ب 120 جنيه في اليوم علشان يساعدوا أهلهم. بنات في سن الورد المفروض يكونوا في المدرسة أو بيلعبوا مع أصحابهم، لكن الظروف الصعبة خلتهم يضطروا يشتغلوا. وده اللي يخليني أسأل، إيه اللي خلى بنات في العمر ده يضطروا يشتغلوا؟ فين الدولة وفين الدعم وفين الحماية الاجتماعية؟ الحادثة دي هزت مصر كلها. الإعلامي عمرو أديب قال كلام مهم جدا، قال اعملوا تحقيق وهاتوا الوزراء والمسؤولين. وده حق لأن الطريق الإقليمي عليه حوادث كتير جدا، والناس أصلا بتسميه طريق الموت، ده غير اللي قاله شهود عيان في القرية للمباحث. محمد سعيد شغال سواق ميكروباص على نفس الطريق قال أنا كنت ورا الميكروباص بحوالي 200 متر، فجأة لقيت العربية النقل جاية بسرعة ومفيش أي فرامل، وسمعنا صوت الخبطة دي زي الانفجار، والميكروباص اتقسم نصين. وقال كمان جرينا على طول علشان نحاول نساعد بس المنظر كان صعب جدا، ناس كتير كانوا محشورين جوه الميكروباص وفي 3 كانوا بره على الأرض. لكن الأهم من الكلام ده كله الكلام اللي قاله محمود عبد الغني، شاهد عيان، قال إن المكان ده تحديدًا بين أشمون والباجور حصل فيه 3 حوادث كبار آخر شهرين، ما فيش مطبات والناس بتجري بسرعة مجنونة، وكمان الطريق فيه إصلاحات، وقال إن المفروض يكون في حل، لإن كل يوم بنجري على صوت حوادث. يا جماعة القصة دي مش بس حادثة مرور، دي قصة عن الظلم الاجتماعي وعن الإهمال، عن أطفال مجبرين يشتغلوا في سن صغير، وكمان دي قصة عن طريق مهملة وسواقين مهملين وعن غياب الرقابة. المفروض كل واحد في المسؤولين لازم يسأل نفسه، إيه اللي ممكن أعمله عشان ما حدش تاني يعيش نفس المأساة دي؟ أنا عارف إن الكلام ده صعب ومؤلم، بس كان لازم نتكلم عنه، ولازم نفتكر ال19 روح اللي راحت دي، ونعمل أي حاجة علشان ما فيش حد تاني يتعرض لنفس المصير. لو الفيديو أثّر فيكم ولو حسيتوا إن لازم نغيّر حاجة في المجتمع ده، اعملوا لايك واشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو في كل صفحاتكم. في النهاية يا جماعة خدوا بالكم من نفسكم وخدوا بالكم من اللي حواليكم. الحياة قصيرة والموت ما لهوش مواعيد. ادعوا لأهالي البنات دول بالصبر والسلوان وادعوا إن ربنا يرحم أرواحهم الطاهرة. أتمنى تشاركوا الفيديو ده على صفحاتكم كلها. مع السلامة.